بيحكي فيلمنا عن رجل أعمال شاب عايش في أمريكا وبيقرر يرجع بلده عشان ينتخب ويرجع تاني، بس بيتصدم إن صوته اتسرق وبيقرر يدخل حرب شرسة ضد اللي سرقوه. يا ترى هيقدر ينجح ولا لأ؟ هنعرف لما نتابع الملخص ده سوا. بيبدأ فيلمنا مع مدير شركة برونتو للتكنولوجيا وهو بيسأل موظفيه عن واحد اسمه سندار، فبيقولوا انه المدير التنفيذي لشركة جيل وبيعيش في أمريكا وبيدمر أي خصم يقف قدامه من الشركات المنافسة. فبيقول لهم المدير اعملوا حسابكم انه جاي على الهند، واكيد مش نازل كده وخلاص، ولازم يكون في هدف جديد ليه، ولازم تكونوا على استعداد لان ممكن يستهدف شركتنا. بيبحث الموظفين عن معلومات تخص سندار، وبنعرف ان اخر مرة كان في الهند من 5 سنين، وده كان عشان يحضر فرح اخوه. ورغم ان اخوه طلق مراته، بس اخت مراته نيلا بتحب سندار. بيوصل سندار على الهند وسط الحرس بتوعه، وبيكون الصحفيين كلهم في انتظاره، وبنعرف ان كل الشركات خايفة من وصوله لانهم عارفين سيرته الطيبة في تدمير الشركات. بيطمنهم سندار وبيقول لهم انا مش جاي عشان استهدف شركات، انا جاي علشان اصوت في الانتخابات وارجع تاني على امريكا بعد 4 ساعات. فاصحاب الشركات كلهم والموظفين بيحمدوا ربنا انهم فلتوا منه. بيروح سندار على مقر الانتخابات في واحده من المدارس الحكوميه، وبياخد من السكرتيره بتاعته الباسبور وبيقول لها تستناه بره. وبتشوفه نيلا وبتروح تسلم عليه وبترحب بيه، فبيسالها انت عامله ايه واختك عامله ايه؟ فبتقول له هي لسه زعلانه من بعد الطلاق بس بتحاول تنسى، وبتعرفه ان باباها مرشح للانتخابات ورمز الفأس. بتاخد معاه صوره سيلفي عشان تنشرها بعدها على الفيس، وبيدخل سندار علشان يصوت بس بيكون في مشكله، والصحافه بتلاحظ ده وبعدها بيعرفوا ان سندار صوته اتسرق. الصحافة بتستغرب من اللي حصل لأن آخر مرة حصل الكلام ده كان سنة 1991، وبيسألوه ناوي يعمل إيه في اللي حصل، وطبعا الصحافة بتنشر الخبر والكل بيعرف. فبياخد سندار موقف وبيقرر ان هو ما يسكتش، وبيطلب من المساعدين بتوعه انهم يتصلوا بالسفارة الهندية علشان يساعدوه في الموضوع. وبنشوف نيلا وهي بتتصل بباباها وبتقول له ان في حد في دايرته سرق صوت سندار. بابا نيلا بيقول لها حاولي تقنعيه يرجع لامريكا عشان ما يسبب لناش مشاكل. الحارس بتاع سندار بيقول له انه رن على كل ارقام السفارة بس محدش بيرد عليهم، فبيتضايق سندار اكتر وبيروح يركب عربيته، وبتسأله نيلا لو ينفع تروح معاه وهو بيوافق. وبيقول سندار للسواق يطلع بيه على المحكمة لأنه مش هيسكت، وبيتصل بيه مدير أعماله وبيقول له إنه كلم محامي اسمه جيت وهيتواصل معاه. بيتصل جيت بيه وبيقول له إنه سمع اللي حصل وهيتصرف. فبيقول له سندار انا عايز الاصوات ما تخرجش من المحكمه الا لما احط صوتي. فبيقول له خلينا نتقابل بكره ونحل الموضوع ده، وبيطلب من مارك يبعت له كتاب لقانون الانتخابات في الهند. وبتكلم نيلا نفسها وبتقول له شكله مش هيعدي الموضوع على خير، وبتكون قرفانه. وبعدها بنشوف مدير الشركه وهو بيقول للموظفين بتوعه شوفوا سندار هيتعامل مع المشكله دي ازاي واتعلموا منه. واحد من الموظفين بيقول له انا متاكد ان سندار هو اللي هيفوز في المنافسه دي. وفي بيت رئيس الوزراء مسلماني بنشوفه هو قدامه 3 شنط، بيفتح اول واحده وبيكون فيها مستندات، وبيقول للامن انه محتاج كل حاجه عن القضيه لانهم لو اتكشفوا هيروحوا كلهم في داهيه. بيفتح الشنطة التانية وبيكون فيها فلوس كتير فبياخدها وهو ساكت. الشنطة التالتة هي اللي مفاجأة لأن بيكون فيها بني آدم، وبيكون مسلماني خاطف الصحفي يموت كمار لانه اكتشف كل جرايمه، وبيفضل مسلماني يضربه في راسه لحد ما بيقتله. وبيوصل سندار على البيت وبتكون نيلا معاه، ومحدش من اهله كلهم بيكون مش طايقها. بتسلم نيلا على ابن اختها وبيسالها باباه عن اختها، فبتقول له انها مبسوطه جدا من غيره. وبيسهر سندار يدرس قانون الانتخابات وبيعرف كل حاجه تخصه، وبيروح تاني يوم على المحكمه وبتقابله نيلا هناك لان باباه في الدايره الانتخابيه بتاعته، وبتعرفه انه متقدم ب 30,000 صوت في الدايره بتاعته. سندار بيقابل القاضي وبيطلب منه يستعيد صوته، وان في ماده في قانون الانتخابات بتنص ان لو حد زور صوت شخص واحد واخد مكانه بطريقه غير شرعيه مسموح للشخص ده انه يستعيد صوته مره تانية حتى لو الصوت ده مش هيفرق ولا هيغير حاجه في النتيجه. والقاضي بيلاقي نص القانون فعلا، بس بيقول لسندار ان الانتخابات خلصت. سندار بيقول له ان صوت واحد فرق في تحديد لغه الهند وان هتلر نفسه يبقى قائد. القاضي بيقتنع بكلام سندار وبيحكم بإعادة الانتخابات، ويروح يدلي بصوته بعد أسبوع، وبيعرفه إنه مش هيعلم مين الفائز إلا لما يحط صوته. بيروح سندار يركب عربيته لأن جاله دعوة غدا من رئيس أنافوير. السواق بيقول له في الطريق إن اللي عمله كل الناس بتتكلم عنه، بس حاسس إن دي هتعدي زي مشاكل كتير في حياتهم ومش هتغير الناس. وبيضرب له السواق مثال بأب عيلة فقيرة ولع في نفسه ومراته وبناته الاتنين قدام شركة ضرايب ما قدرش يسد لها فلوسها، وبيعرفه إن رد الناس
كان سلبي ونشروا الفيديو بس، والحكومة اكتفت تحط عربية مطاف جنب المنشأة. بيصمم ساندار انه يروح يشوف البنت الوحيدة اللي عاشت من العيلة دي، ولما بيوصل بيتصدم من شكلها اللي بقى مشوه وهي لسه صغيرة. ساندار بيوصل بعدها بيت الرئيس، وبيكون الرئيس عازم مشاهير المدينة وبيشكرهم على قبول الدعوة، وبيكلم راندو زعيم حزب مالفان وبيقول ان كلنا بتجمعنا حاجة واحدة مشتركة وهي الفلوس. لكن ساندار بيقول له انت غلطان، لان الناس هي العمل المشترك بينا، وانهم موجودين لخدمة الشعب مش عشان يسرقوا فلوسه. بيتكلم راندو بطريقة وحشة مع ساندار وبيقول له انا ممكن اخليك ما تدليش بصوتك. بعدها بيمشي، لكنه بيقول لساندار ما تنساش تحط صوتك لصالح حزبنا. وفي بيت مسلماني بيكون في احتفال لانه متقدم ب20,000 صوت، وبتتصل عليه بنته كمالا وبتقول ان شاء الله هتكون الوزير للمرة الثالثة. وبعدها بتكلم عمها راندو وبتقول له مش عاوزاك تقرب لساندار ولا تتعرض له باي كلمة، لانه شخص ذكي جدا ومش سهل، خصوصا انه السنة اللي فاتت جه على كندا 3 اسابيع قدر انه يوقف شركات كبيرة جدا ووقف 22,000 موظف عن الشغل. راندو رجع بذكرياته وبيفتكر هو قال ايه لساندار، وبيقول يا رب ما كنش قلت له حاجة تضايقه. ساندار بعدها بيعمل مؤتمر وبيطلب فيه من الناس انها تعمل زيه، وفعلا كل الناس اللي اصواتها اتسرقت بتوافق على فكرته، وبتبدأ الناس كلها ترفع قضية علشان تسترد اصواتها المسروقة. بعد ما سمعوا كلام ساندار وبتتكلم الاخبار عن القضايا اللي اترفعت، وبتقول ان طلاب كلية ريتشي اسسوا موقع للي مش هيقدروا يرفعوا قضايا وهم هيرفعوها بدلهم. وطبعا الموضوع بيعصب راندو واخوه جدا، وبيطلب ساندار من الحرس بتوعه يرجعوا امريكا لانه لسه مطول شوية، بس هما بيبقوا خايفين عليه، لكنه بيطمنهم ان الموضوع بسيط. بيروح راندو لواحد اسمه ابو وبيقول له عاوزين نخلص من ساندر، فبيقول له بلاش ساندر ونقتل اي واحد من اللي عايزين يرجعوا اصواتهم ونسيب جثته على الطريق، ولما الناس تشوفه اكيد هتخاف وهترجع عن اللي في دماغها. وساندار ماشي في الطريق بيلاقي الطريق مسدود، وبيظهر قدامه مجموعة من البلطجية معاهم سلاح وبيحاصروه عشان يقتلوه، بس هو بيفضل يضرب فيهم بكل قوة وبكل عنف لحد ما بيقدر ان هو يخلص عليهم كلهم لوحده. وبيجي اتصال لنيلا انهم عرفوا مين الشخص اللي سرق صوته وهم هيروحوا دلوقتي عليه. واول ما بيوصل ساندار بيبقى عايز يضربه، بس الراجل بيقول له انت مش رجعت صوتك خلاص نبقى خالصين، وكمان انا عملت كده عشان الفلوس، يعني الموضوع مش شخصي. بيقتنع ساندار بكلامه لانه شخص عادي مش بتاع مشاكل، وبيطلب منه انه ينسى الماضي وانهم يكونوا اصدقاء، وفعلا بيتصاحبوا على بعض وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا سوا. وتاني يوم كومالا بتكلم ابوها وبتقول له انا حذرتك ما تعملش مشاكل مع ساندار، فبيعرفها انه قلب عليهم الناس وكان لازم يخوفوه، بس هي بتقول له بكره الساعه 10 هتكون المحاكمه، وهو لازم يقدم وقت حلفان اليمين قبل ميعاد المحاكمه. بس ساندار لما بيعرف كده بيقرر يعمل زيه ويقدم هو المحاكمه. بيترفع ساندار قدام المحكمه لحد ما القاضي بيقتنع بكلامه، وبيقرر ان الانتخابات هتتعاد، وبيتصل في اخر لحظه على الحاكم وبيخليه يوقف مسلماني عن حلف اليمين، وبيلغوا الانتخابات وبيعملوا الاعاده بعد 50 يوم. ومسلماني بيكون غضبان جدا، وبتتصل عليه بنته كومالا وبتقول له لازم تعمل شغب كبير جدا، بتحذره من انه يقتل ساندار في العلن لان ده هيقلب عليهم الراي العام، وكمان كله هيكشفهم، بس الاحسن انهم يقلبوا الناس عليه ويخلوا سمعته وحشه في امريكا والشعب هو اللي هيخلص عليه. بيقرر ساندار يرجع على امريكا لحد اعاده الانتخابات، وهو في الطريق بتقول له مامته انه السبب في الفوضى اللي حصلت، فبياخد ساندار مامته في المستشفى عند البنت اللي اتحرقت وغيرها من المرضى اللي خسروا حياتهم واعضائهم بسبب المشاكل المختلفه اللي بيعانوا منها بسبب السياسيين الفاسدين اللي مش بيهمهم غير الفلوس، واللي منهم الاب اللي اتشل واللي مات بسبب الاهمال. هو بيقول لها انه مش هيسيب السياسيين مكملين في ظلمهم وانه لازم يوقفهم ويدمرهم. وبتبدا بعدها اعمال الشغب اللي كومالا امرت بيها، وبتتدمر المدينه بسبب الشغب، وبيدور رجاله مسلماني على ساندار في كل العربيات اللي راكنه، بس ما بيلاقوهوش وبيبلغوا راندو بانهم مش لاقيينه، فبيزعق فيهم لانهم 12 راجل ومش قادرين يلاقوا واحد بس. لكن بعدها بيتفاجئ ان ساندار ريح له بنفسه وبيقول له انا جيت لك عشان عرفت انك بتدور عليا، لكن راندو بيقول له ما تفكرش انك هتقدر تتحدانا علشان انا فزت. فبيقول له ساندار انت بتتكلم بالغرور ده ازاي وانت مجرد خدام لمسلماني. بيهددوا انه هيدمرهم مهما عملوا. بيؤمر ريندو رجالته تهجم على ساندار عشان يقتلوه، بس هو بيضربهم كلهم وبيقتل منهم اكتر من واحد، وبيفضل يضرب فيهم لحد ما بيقدر انه يخلص عليهم. ساندار بيتصل على مسلماني وبيقول له ما تفكرش انك هتقدر تتحداني، لكن مسلماني بيقول له انت اللي بدأت وانا هوريك لعب السياسه بيبقى عامل ازاي. وبيجي تليفون لابو نيلا وبيعرفه الحارس ان ساندار كان جاي يسأل عليه، فبيفكر انه جاي عشان يخطب بنته وبيفهمها كده برضه.
بس بيتصدم لما بيقول لابو نيلا انه هيترشح ضد رئيسه في الانتخابات وعايزه بس يوصل له الرساله دي، والراجل بيغمى عليه من الصدمه. وتاني يوم بيروح سندار لمكتب التقديم ومعاه كيشوك اللي اخد صورته عشان ياخد اذن بالترشيح. فبيحاول موظف المكتب انه يعطل سندار باي حاجه، لكن بيلاقي اوراقه كلها جاهزه وسليمه. فالموظف بيتحجج وبيقول له بس الصوره اللي في البطاقه مختلفه عن شكلك الحالي. لكن سندار بيقوم ماسكها منه وبيقول له انت كده بتغلط في الحكومه. فبيخاف الموظف وبيقول له لا ابدا ما تودينيش في داهيه، وبيترجاه الموظف انه ما يقدمش ورقه لان في 12 واحد خسروا شغلهم بسبب اعاده الانتخابات، وهو متهدد من حزب مسلماني. بس سندار بيقول له مش بتاعتي، ولو عرفت انكم وقفتوا الاوراق لاي سبب هحولكم للمحكمه العليا. فبيخاف الموظف وبيعتذر له. بنشوف ريندو ورئيس الحزب وهم في برنامج تلفزيوني، وبيقول ريندو ان مرشحنا وحزبنا قوي، وان سندار مجرد شاب متحمس بيعمل اللي بيعمله عشان يزود ايرادات شركته. فبيدخل سندار على البرنامج مباشر علشان يرد عليه، وبيقول له انت شايف ان انا بعمل كده علشان شركتي، وبيعرفه انه مستعد يسيب منصبه ومش هيهمه. وفعلا بيستقيل من الشركه على الهوا. بس المذيعه بتقول له بلاش تعمل كده لان دي شركه عالميه واي حد يتمنى انه يشتغل فيها. وريندو ما بيلاقيش حاجه يقولها فبينسحب. بس قبل ما يمشي بيقول لسندار ما تقفش في وش الطياره عشان ما تتحرقش وما تحاولش تقرب من منطقه رئيس الوزراء، وبيحذره انه يروح الدايره علشان لو راح هناك الناس هتقتله. بيعرفوا ريندو انه هيعمل اول اجتماع ليه هناك. بيروح سندار على منطقه كوباماي بس الناس كانت مش قابلاه، وبيحذروا كوشك انه ما يطولش مع الناس دي لانهم هيقوموا عليه لانه قطع رزقهم وهم كانوا بياخدوا فلوس عشان يزوروا اصواتهم. الناس بيسخروا منه وبيحدفوه بالطماطم، وبياخد سندار طماطمايه من على الارض وبيقول للناس لو تعرف ازاي اصحاب الطماطم دي بيعانوا ما كانوش حدفوه بيها. وبيقول لهم انا هحكي لكم سر الطماطم، وبيعرفهم ان في 7 دول حوالين العالم بيستخدموا الصلصه اللي بيستخرجوها من الطماطم. وطبعا بيكون الفلاح مبسوط بانجازاته، ومع ذلك الناس اللي بتزرع الطماطم هنا بتموت لان في جزء كبير من انتاجهم بيتعفن وبيترمي في الزباله، ولما واحد بيشتري من تاجر واحد بس بيسيب التاني بضاعته تبوظ، وده بيخلي الفلاح ينتهر في النهايه علشان مفلس. وبيقول لهم المره الجايه اللي تفكروا فيها ترموا عليا طماطمكم فكروا في المزارعين اللي بيموتوا بسبب ان محدش بياخد زرعتهم. بيسأل سندار الناس كام واحد فيكم سايب بلده، فمعظمهم بيرفعوا ايديهم وبيقولوا سيبناها عشان كنا خايفين لا يحصل مجاعة بسبب المشاكل المختلفة. فبيقول لهم سندار عمر ما المشاكل هتتحل طول ما انتوا ساكتين وسايبين بلدكم، وانا هروح لمسلماني واساله هتحل المشاكل دي امتى. فكلهم بيقولوا له احنا هنيجي معاك، وبياخدوا شوية موتوسيكلات كتيرة وبيروحوا للخطبة اللي عاملها مسلماني. وبنشوف مسلماني وهو قاعد في حفلة للحزب بتاعه، فبيدخل سندار بيقعد جنبه وبيديله الورقة اللي فيها المشاكل بتاعة الناس، وبيقوله لو حليت انا هنسحب من الانتخابات. فبيقوله مسلماني لو حلينا المشاكل دي الفقر هيختفي، وساعتها الناس مش هتكون محتاجة للفلوس اللي بندفعها لهم علشان نشتري اصواتهم، فكده هنكسب ازاي؟ بيحس سندار بالاسف من كلامه، بس بيقوله الناس هتتحمل الجوع والفقر وهتطالب بحقها. وبيقوله بص كده انا جمعت الحشد ده كله في يوم واحد، اتفرج بقى على اللي جاي. وبيقول له اسمع الصوت اللي جاي من عندهم، وبيسمعوا مسلماني وهم بيهتفوا باسم سندار، وبيتضايق مسلماني فبيطلب من الجيش المركزي انه يهاجم الشعب ويضربه. لما سندار بيحاول يدافع عن الناس بيحبسوه في عربية شرطة وبيقفلوا عليه، وبيفضلوا رجالة مسلماني يضربوه وبيضربوه بالسكينة عشان يخلصوا منه، لكنه بيقدر انه يتغلب عليهم وبيكسر الباب وبينزل من العربية. بيلاقي سندار ان الناس مضروبة بشكل عنيف، فبيعتذر لهم لان اللي حصل ده كله بسببه. بس في راجل عجوز بيقول له انه عمل الصح لانه اول مرة من 10 سنين يحس انه عايش وحر. بيسمع سندار ست وهي بتتألم فبيشيلها سندار وهو حزين، بس هي بتقول له ما يخافش عليها وان كل ده حاجة بسيطة. فبيقول سندار للناس ان دي هي الام اللي تقدر تتحمل ألم الولادة وتقدر تتحمل اي حاجة في الدنيا، وبيقول لهم ان دي فرصتنا عشان نقف كلنا مع بعض ونقضي على الفساد. فبيتأيدوا الناس كلها وبيقرروا يقفوا معاه، وبنشوف ان الاخبار كلها ملهاش سيره غير عن اللي بيحصل، وان البلد دي ما فيهاش قانون يحمي الفقير. بنشوف سندار وهو مع الناس وبيدوروا على مكان يكون مقر الانتخابات بتاعه، بس الناس بتقرر انها تتنازل له عن سكنهم عشان يعمل فيه مقره الانتخابي، وبيتعاونوا كلهم مع بعض وبينظفوا الحي وكمان بيدينوه، حتى ان سندار بيخاطب الناس عشان ينزلوا ينتخبوا من خلال الفيس. وبيروح ريسنا وده صحفي لسندار وبيقول له ان صاحبه يموتو كومار مختفي بقاله 10 ايام والشرطه مش عارفه تلاقيه، ولما رحت عند اخت ادتني القرص الصلب ده.
وبيقول له انا لما فتحته اتصدمت من اللي فيه. فبياخدوا منه صندار وبيشغله، فبيلاقي عليه بلاوي كلها بالدين مسلماني، لانه في صور ناس مسلماني قتلهم. صندار بيشكر رسالة وبيقول له انت جبت لنا الضربة القاضية المسلماني، واحنا كده بقينا سابقين بفارق كبير. وبنشوف كمالة بنت مسلماني بعد ما رجعت من كندا وبتعرف بالقرص الصلب اللي مع صندار، وبيكون باباها قلقان لان لو المعلومات دي اتنشرت هو هيضيع. فبتقول له ما تقلقش انا قدامي 10 ساعات واخلي صوت صندار غير صالح، ولو هو سفاح شركات فانا مجرمه سياسيه. وبتقول له يحضر لمؤتمر. بيعمل مسلماني اجتماع وبيقول ان مش انا اللي حرضت الشرطه على العنف اللي حصل، وبيقول لهم انا هوريكم اللي عمل كده فعلا. وبيعرض لهم فيديو لصندار وهو بيكسر مكتبه وبيضرب رجالته وبيرمي تهمه الشغب على صندار وبيتمسكن للناس، وبيقول لهم ان انا بكره الساعه 9 هقدم لكم دليل يثبت ان صندار بيشغل فلوسه في امور غير شرعيه. بيسالوا ريندو بعد المؤتمر فين الدليل، فبيقول له ما تبقاش غبي كومالا هتتصرف. ولان مسلماني معهوش دليل ضد صندار يقدمه للناس، فبتدبر كومالا خطه وبتشتري شنطه فاضيه وبيكون ريندو معاها وبتقول له اربط حزام الامان عشان هنعمل حادثه. بتعمل حادثه بالعربيه وبتخلي سواق الشاحنه يسرق الشنطه على اساس ان فيها الدليل. وطبعا كاميرات المراقبه مصوره كل اللي بيحصل. كومالا وهي في المستشفى بتخلي الدكتور يصور فيديو ليها وهي بتتشنج على اساس انها متصابه اصابه خطيره وبتتألم منها، وكل ده عشان تنشره على النت والناس تكره صندار. وبتقول للريندو انها عملت كل ده علشان الاخبار تقول ان صندار خاف وسرق الدليل. وطبعا الشنطه كانت فاضيه ومحدش يعرف ده غير كومالا وريندو. بتتكلم الاخبار عن الحادثه وبتتهم صندار ان هو اللي سرق الدليل، وبتنجح الخطه بتاعتهم والناس بتتقلب على صندار. وبنشوف كومالا وهي بتدي لباباها جرعه زايده من علاجه وبيظهر انه تعبان عن الاول كتير. وتاني يوم بيظهر خبر موت مسلماني وبنعرف ان بنته اللي قتلته علشان تمسك هي الحكم مكانه. كمان بتتهم الاخبار صندار انه كان السبب ورا موت مسلماني بسبب اللي حصل لبنته، لان الراجل مريض قلب وما تحملش الخبر ومات. بتنضرب شعبية صندار وبتزيد شعبية كومالا، حتى انها بتروح لصندار مقر وبتقول له يرجع بلده لانه هيخسر قدامها وواحد زيه ما يعرفش في الامور السياسية، وبتشكره لانه عرفها اعدائها في كل دايرة. بس صندار بيقول لها انه ما بيتهددش، فبتقول له خلاص براحتك اتشاهد على نفسك انت واللي معاك. وبيجي يوم التصويت وبتنزل الناس عشان يدلوا باصواتهم، وبيطمن صندار الناخبين وبيقول لهم الانتخابات لسه بدأ. وبينشر صندار تغريدة باسم الصحفي اللي مات ان معاه المعلومات اللي ضاعت من كومالا، بس كومالا مش هتنشرها غير لما الانتخابات تخلص. وبنعرف انه عمل كده عشان يبين كذب كومالا اللي قالت للصحافة انها مش هتنشر المعلومات غير بعد الانتخابات عشان لو نشرتها دلوقتي مش قانوني. وبينشر صندار تغريدة تانية وبيحط ان الصحفي كومار لقى فلوس وبيبلغ الشرطة علشان تاخدها، وبتكون الفلوس دي بتاعت كومالا. وبتتكلم كومالا للصحافة وبتقول للناس ان صندار بيعمل كل ده علشان يشتت تركيزي، وبتقول انها قابلت الصحفي كومار النهارده الصبح واتفقت معاه انه يدي الادله اللي معاه بكره للشرطه. وبتلاقي الشرطه الجثه بتاع كومار، ومن هنا بتبدا الناس تشك في كلام كومالا لانها قالت انها قابلت كومار الصبح، وبيتضح ان الجثه بقالها 10 ايام متعفنه. وبتقلق كومالا لما بتعرف، وبينشر صندار للناس في بث مباشر وبيعرفهم ان هو اللي كان ورا التغريدات دي، وبيقول لهم انا نزلت خبر باسم شخص ميت لان كومالا عارفه ان هو ميت ومش هيرجع تاني، فتتعامل بثقة وده اللي وقعها. ومش بس كده، هكشف لكم كمان السبب ورا الوزير مسلماني قريب من مراته نفسها اللي زمانها في اسم الشرطة. فبتتجنن كومالا لما بتسمع صندار وبتدور على مامتها زي المجنونة، لكن ما بتلاقيهاش في البيت وبتقول لها الشغالة ان هي راحت لقبر باباكي. فبتروح لها كومالا للمقابر بس بتلاقيها جاية مع صندار في العربية، وبتقول لصندار انت مش هتلحق تعمل اي حاجة، وبتكون متفقة مع الرجالة علشان يموتوا مامتها. وفجأة بيخبطوها بالعربية لكن صندار بيقدر ينقذها وبيضرب رجالة كومالا بكل عنف لحد ما بيخلص عليهم، وبيقول لمامة كومالا تعرف جوزها، وبيخلي نيلا تصورهم في بث مباشر والناس كلها بتشوفه. وبتقول الام ان جوزها ما ماتش موتة طبيعية، وان كومالا هي اللي قتلته بجرعة زايدة علشان تاخد مكانه، وانها بلغت الشرطة عن جريمة قتل كومار بس ما تحركوش، ولو خلت بنتها تحكم هتبيع البلد كلها. وصندار بيناشد الناس انها تتحرك وتنزل تنتخب دلوقتي، وبيعرفهم ان لسه في وقت قبل قفل الصناديق وان صوتهم هيفرق كتير لو اتحط في المكان الصحيح. وبنشوف الناس بعدها وهم رايحين ينتخبوا وبيكون عددهم مهول، وكل واحد بينتخب الشخص اللي هو عايزه، وبيفوز المرشحين بإرادة الناس وبيدخل وجوه جديدة للحكم. وكومالا بتتسجن بتهمة قتل باباها، وبنشوف صندار وهو بينصح الناس انها ما تتخلاش عن صوتها ابدا. ودلوقتي جه وقت رجوعه لامريكا، بس الهند دايما هتفضل بلده.
وبكده بيخلص فيلمنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو انت جديد معانا، وسلام.